حبايب قلبي البيبي شارك من جوه، وانا بفتش كده في اللوحات وبظبط وبرص جديد وبملى ميه والكلام ده كله. لقيت حته الهيدروكتيل دي وثبتها انا هنا عشان متقعدش تجري، عشان الباور ده شديد شويه. وفي طبعا زي ما انتوا عارفين اي حوض مزروع بتلاقي فيه ورق كده بيبدا يطلع يطوف، يبقى هي على وش الميه، حاجات بتتقطع، حاجات مثلا بتبقى ميته فبتطلع على وش الميه تطفو. فانا لقيت دي لازقه كده في الهيدروكتيل دي، مش عارف هتظهر هنا ولا لأ. بصوا تقريبا دي ورقة بكوبة اعتقد، يعني مش باينة قوي. شايفين عاملة ازاي؟ اتمنى تكون واضحة. هي طالعة يعني حتى ما فيش في الورقة جدر ولا اي حاجة. طبعا الفوكس ضعيف اهي كده احسن شوية. ممكن نعمل كده بصوا عاملة ازاي بكوبة اهي. بصوا مطلعة جذور اصلا، والجذور طلعت يعني زي عقدة جديدة او عود جديد، والعود الجديد الله اكبر اصلا مطلع بقى يعني كمية حاجات ولطافة. واللي متابعني عارف انا بسمد ازاي وبسمد بايه. الحوض ده بقى الوحيد اللي ما فيهوش تسميد، فلك ان تتخيلوا بقى لو الحوض التانية فيها نفس الموضوع ده، الموضوع يروح لحد فين. لازم بقى تعمل فوكس بقى تاريخ مريض اهي. الحمد لله ربنا يبارك له ويبارك له. انا هفضل سيبها عايمة كده للذكرى. فالحمد لله يعني. بص سبحان الله، من ورقة مهملة حرفيا، ولا ورقة مهملة حرفيا، ولا كنت فاكر اصلا في هنا ورقة، ولا شفتها ولا جه في دماغي. وتطلع يعتبر شبه عود اهو، يعني عود فيه 2 4 في بتاع 7 ورقات تقدر تغرس دلوقتي والجذور بتاعته تمسك ويبقى 100 فل و10، فمش هيبقى في اي مشكلة. فالحمد لله. متنسوش اللايك والشير والكومنتات اللطيفة. استنوني بقى فيديوهات تانية كتير جدا. سلام.